بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله عايزين نسال نفسنا حبه اسئله. ايه هي الوصفات السحريه للقضاء على الدهون، وايه هي احدث الطرق للقضاء على دهون البطن؟ في الواقع دي مشاكل بتأرق معظم السيدات، مش معظم السيدات بس، كمان بتأرق معظم الناس حاليا، لانه يعتبر مرض العصر. مرض الخشونه والسمنه الزائده ده احنا بنواجهه كلنا في الحياه اليوميه، نظرا لانه كلنا بيتحرك في اماكن مغلقه، ما عندناش وقت ان احنا نمارس فيه الرياضه كما يجب. معظمنا بيروح شغله ويركب، اللي بيركب عربيه او بيركب مواصله ويرجع يقعد على مكتب او يروح يتحرك في مكان ضيق جدا. يمكن اللايف ستايل اللي احنا عايشين فيه ونمط الحياه هو اللي خلانا نوصل للسمنه. احنا عايزين نبتدي نصلح الحكايه دي ونعرف حبه وصفات تعيننا ان شاء الله على اللي بيحصل في حياتنا اليوميه. السمنه انا مش هتكلم عن اخطارها وانها بتصيب القلب وتسبب السكر وتسبب السرطان لا قدر الله، لان الحاجات دي كلنا، وارتفاع من ضغط الدم، الحاجات دي معظم الناس عارفاها. لكن احنا عايزين نقدم حل احسن ما نتكلم عن الاضرار ونضخم فيها وبعد كده نقعد نقول يا ترى ايه الحل. نفسنا نجد حل اللي احنا بنواجهه من مرض السمنه. احنا عشان ننزل وزننا ككل احنا عندنا حاجتين. التخسيس نوعين، في تخسيس كلي وفي تخسيس موضعي. التخسيس الكلي اللي هو يقصد بيه ان انا انزل الوزن الزايد من الجسم، ويمكن الوزن الزايد دي لها تعريفات كتير، منها اللي بيوزن نفسه وينقص 100 من طوله عشان يعرف الوزن بتاعه اخباره ايه، وصل لكام منه. ولكن الاختيار الادق او الاختبار الادق ان احنا نحسب حاجه اسمها بادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس دوت اللي هو معدل كتله الجسم، معامل كتله الجسم ده بيبقى اذا زاد عن اذا هو 30 فاحنا كده خلاص احنا بالفعل عندنا سمنه. وده بيتحسب بطريقه بسيطه جدا، الدكتور بيحسبها لك ان هو بيحسب لك كتله الجسم بالكيلوجرام وبيقسمها على الطول بالمتر. اذا بالفعل طلعت ال 30 دي يبقى احنا عندنا سمنه. طب اذا احنا بالفعل بنشتكي من السمنه، التصرف الخطوه النكست ستيب بتاعتنا تبقى ازاي؟ رقم واحد، احنا لازم نستشير دكتور ونبتدي نتابع معاه، لانه كل جسم بتبقى ليه طبيعته، وحسب طبيعته وحسب طبيعه الاكل بتاعته وحسب نشاطه وحسب اذا كان عنده امراض مصاحبه ولا لا. ولا ينصح ان اي حد يعمل دايت من نفسه او يتبع نظام غذائي لوحده بدون استشاره طبيب. طيب احنا لما بنتكلم ببساطه شديده عن خطوط طويله تنفع كل الناس، الخطوط العريضه دي يمكن تطبيقها بدون اذى. رقم واحد، التخسيس الكلي. احنا لازم نعرف انه الوزن بتاعنا عشان هو في الوزن الحالي لازم يبقى في فرق بين الداخل والخارج، وبنحسب ليها علاقه بالنشاط. فاذا لابد من اتباع نظام غذائي، والانظمه الغذائيه دي الدكتور زي ما اتفقنا هو اللي بيحددها، سواء كانت انظمه كيميائيه بطريقه صحيحه، سواء كانت انظمه كاتابوليك حارقه للدهون، سواء كانت انظمه لو كالوريك مخفضه السعرات. كل نظام الدكتور بيختاره. مش كده وبس، ده كمان تتابع الانظمه ليه علاقه بالعيان. يعني انا لو مثلا عملت نظام من نفسي وخسيت عليه وجيت طبقت نظام تاني بعديه ممكن ما يعملش نتيجه معايا. ليه؟ لان تسلسل الانظمه بيبقى ليه مغزى عندنا. طيب احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا هنستشير طبيب لوضع النظام المثالي، لكن ممكن ببساطه شديده نقول تعليمات عامه تنفع كل الناس. رقم واحد، لازم نعرف ان الميه مهمه جدا في حياتنا، لازم نشرب 3 لتر ميه في اليوم، وان الميه يستحسن انها ما تتشربش اثناء الوجبه لاسباب كتيره جدا، منها ان احنا ما نقللش عصاره، ما نخففش عصاره المعده عشان نهضم الاكل سريعا وما يحصلناش عسر هضم ويحصل انتفاخ في المعده، عشان كمان درجه حراره الميه ما بتبقاش نفس درجه حراره الحامض المعدي، واسباب اخرى كثيره. يبقى نتناول الميه، ولكن نحاول بقدر الامكان نخلي بين الاكل والميه نص ساعه بين اول وجبه واخر الوجبه. يعني بمعنى اول كوبايه ميه اشربها بعد الوجبه تبقى بعد نص ساعه من اكلي، واخر كوبايه ميه هشربها بينها وبين الاكل نص ساعه. طيب المشي ده مهم جدا جدا. احنا ممكن النوادي بعيده والمواصلات زحمه لكن ابسط حاجه نقدر ننزل نتمشى ونلبس حاجه فلات، حاجه طريه، كوتشي، اي حاجه سهله، ونتمشى في الشارع لمده نص ساعه. وفي الواقع ان المشي اللي بيخسس غير المشي اللي يعني في مشي بيخسس ومشي ما بيخسس. علشان نمشي مشي بيخسس وجدوا ان المشي لازم يكون ليه مواصفات الاتيه. وجدوا النشاط المتوسط المتصل هو اللي بيخسس. لكن لو انا مشيت شويه، وقفت شويه، اتفرج على فاترينا او اتفرج على حاجه، او اقف شويه مش عارفه استنى ايه، لا ده ما بيخسس. لازم تبقى في صوره مد متواصل لمده نص ساعه متواصل. اذا توقفت في النص لاي سبب عيد من الاول تاني. طيب ده بالنسبه للمشي. يبقى اتفقنا الميه، اتفقنا المشي. طيب حاجه تانية مهمه جدا كمان، النوم، عدد ساعات النوم.
في منا كتير ما يركزش في النقطه دي، وفي منا كتير في الاجازات ويعكس ليل ونهار ونهار وليل، وده كله خطا. المفروض ان احنا ان شاء الله ننام بالليل. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا، واحنا لازم نطبق الحكايه دي. لازم ننام بالليل ونصحى بالنهار. متوسط ساعات النوم اللي اي فرد محتاجه هو 7 ساعات. يا ريت ما نحدش عن هذه المساحه. كمان في حاجه ثانيه، واجب ان احنا عشان الهرمون بتاعنا ينضبط، وعشان الانسولين سكريشن بتاعنا، افراز الانسولين ومعدل الحرق بتاع السكر ينضبط، واجب ان احنا لازم نحصل على ريلاكسيشن، فتره راحه 15 دقيقه في اليوم. بيقول لك حاول تسترخي، ديكمبرس يور سيلف، يعني انت ما تحاولش تبقى مضغوط طول الوقت. احنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا حاجه جميله قوي، عامل لنا الصلاه اللي وانت واقف بتصلي قدام ربنا سبحانه وتعالى بتنفصل عن العالم الواقعي وبتحس بريلاكسيشن. ده في حد ذاته بيعزز الجسم وبيعزز حرقه للدهون وبيحسن الحرق بتاعه. فاحنا ان شاء الله يبقى كده عايزين عندنا المشي وعندنا الميه وعندنا النوم والريلاكسيشن. عندنا كمان حاجات ثانيه كتير. البريكفاست، وجبه الفطار مهمه جدا. في مننا كتير بيغفلها وينزل بسرعه الشغل ومستعجل، لكن لا، احنا عايزين نفطر، لان لما بنفطر ده بيظبط الجسم وبيظبط الحرق بتاع الجسم كتير جدا. واخيرا طبعا الاكل الصحي اللي احنا اتفقنا عليه ده مهم جدا جدا، ودايما نجنح لان احنا ناكل الحاجات الطبيعيه. يعني لما يكون عندي مثلا الحاجات اللي هي الحبوب الكامله زي العيش الغامق مثلا، لما بناكل العيش الغامق احسن من ناكل العيش الشامي او العيش الفينو. لما بناكل الرز البني احسن من الرز الابيض. كل ما خدت الحبايه كامله بكل مكوناتها كل ما كده احسن لينا، لان بيبقى فيها كميه الياف، الالياف لا تهضم في الجسم وبالتالي بتساعد على التخسيس. اخيرا هنتكلم عن نصيحه مهمه جدا، هي نصيحه ان احنا نحرص على ان واحنا بنأدي الدايت بتاعنا لازم ما يبقاش عندنا امساك. وما هو تعريف الامساك عشان نكون متفقين؟ انه حد ما يعملش خالص تويلت، او انه يدخل التويلت بصعوبه شديده. في الحالتين احنا مش عايزينهم، لان الامساك عدو الرجيم الاولاني، لازم نتخلص منه. وعشان كده حتى المصريين القدماء زمان كانوا بيوصفوا بعض الوصفات لعلاج بعض الامراض عن طريق الملينات. فاحنا برضو هنستغل منهم النقطه دي ونقول ان الملين هناخده عشان الاكل اللي احنا بناكله ما يقعدش فتره طويله في الجسم ويعاد امتصاصه، وعلشان كمان نقضي على البطن ما تبقاش منتفخه. يبقى لازم نتخلص من الامساك. وحاجه تانية هننصح بيها طبعا بنقولها مع الدايت، انه لازم المسافه الزمنيه بين الوجبات تكون متساويه. في ناس كتيره جدا بيقعوا في الغلطه دي، ان هو بياكل الصبح ويتغدى المغرب بعد ما زوجه يرجع من الشغل، او ان مثلا كل الاسره بتتجمع في الوقت ده، وده بتبقى مشكله. احنا عايزين نقول لازم نفطر ونتغدى ونتعشى على مسافات زمنيه متساويه، من كل وجبه اختها 6 ساعات. واذا اضطرينا لان احنا نستنى فتبقى الوجبه الثالثه مثلا، يعني نفطر ونتغدى ونستنى الزوج او الاسره في الوجبه الثالثه، بحيث ان احنا نخلي بين كل وجبه اختها 6 ساعات، وبكده الحرق بتاعنا ما يقلش ومقدرتنا على ان احنا نتخلص من الدهون ان شاء الله تكون عاليه. طب ده فيما يخص التعليمات العامه للقضاء على الدهون. في وصفه سحريه جدا اللي هي للتخلص من دهون البطن. الوصفه دي صراحه مش هتعملها لوحدك، لكن لازم برضو طبيب يساعدك فيها. اللي انت هتعمله شرب الميه والريلاكسيشن والمشي زي ما اتفقنا وعدم الامساك، والدكتور هيساعدك بتخسيس موضعي هتختاره انت والطبيب بتاعك. منها من اشهر الحلول دلوقتي اللي احنا بنستخدمها حقن الميزوثيرابي، الحقن الموضعي للدهون. وده بيعتمد على انه بنحقن بعض المواد والادويه والفيتامينات، ودي طريقه امنه جدا وفعاله للقضاء على الدهون. بنحقنها في منطقه البطن، ودي بتذيب الدهون وبتساعد الجسم على التخلص منها، وهي طريقه امنه تصلح لجميع يعني مثلا لو حد عنده مثلا فيروس سي ما يخافش خالص، لو حد عنده بياخد ادويه كتير للقلب ما فيش مشكله خالص، لان دي كلها ادويه بتشتغل موضعي بتذوب الدهون وبتساعد الجسم على طردها. بس اهم حاجه يعملها مع دكتور اعتاد ان هو يعملها، والحمد لله احنا بنجيب في العياده بتاعتنا نتائج هايله ومفيش اي اعراض جانبيه. وبنكون يعني ان شاء الله بندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا، وان احنا نكون دايما بنساعد الناس على التخلص من المشاكل بتاعتهم فيما يخص السمنه، وندعو ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نساعدهم، وان ربنا سبحانه وتعالى يكون موفقنا في الحكايه دي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.